اشياء غريبه جدا، وبيعز على الواحد انه في اشياء يمكن تداركها ويمكن التعامل بيها بشكل اكثر حكمه. وكنت متخيل ان انا المجنون الوحيد، فاكتشفت ان هناك نائب في مجلس الشعب ايضا مش فاهم، ونائب اخر دخل على التليفون ايضا مش فاهم. وانا اتحدى لو حد فاهم، اتحدى لو حد اتشرح له. انتوا عارفين يا جماعه لو كنتوا جيتوا قلتوا ايه؟ العيال دي لو دخلت معاها مواد نوويه هتبوظ الزراعه المصريه كلها. كذب، بيكذب عليا، يقول لك لا نووي في مصر، وانا عارف انك كذاب. بس اي حاجه، اي حاجه، العيال دي زملكاويه، اي حاجه، يعني عارف ازاي زملكاويه. اي حاجه، قول لي اي حاجه، انما مفيش كده خالص. ودول واقفين ايه؟ بيرطموا فرنساوي وانجليزي للعالم كله. فضيحه بجلاجل، مصر ضد، مصر رافضه، مصر مش عايزه تدخل. وفي الوقت اللي انت بتبني فيه الجدار بتثبت اكتر للعالم انك عايز تقفل الجدار ومش هتدخل معونات. وبعدين تيجي تقول له ايه؟ هفتحه من 3 ل 6، ولو جيت قبل 3 مش هدخلك، ولازم تقطع تذكره. ولو جيت 3 ونص و5 مفيش دخول زي الاوبرا، وحفله الساعه 12 ولازم تبقى لابس بدله منتصف الليل. مش ممكن. ليه بنعمل كده؟ عايز حد يشرح لي. نطلع فاصل ونرجع تاني. فقره قادمه اي تليفون حد يشرح لي الموضوع اللي انا مش فاهمه، او حد يكون سمع حاجه. جايز الاداره المصريه في خضم بياناتها طلع بيان احنا ما شفناهوش، لا شافه مصطفى بكري ولا شافه مصطفى شردي ولا شافه مصطفى اديب، اي درش بالثلاثه يعني. دلوقتي ناخد، طب هات يا عم. اهلا مروه، اتفضلي. الو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا عمرو، مساء الخير يا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا فندم. انا بس مستغربه من حاجه يا عمرو. يا فندم. انت متضايق قوي وعامل زي اللي تعبان ومحتاج مسكن انك تسمع من الخارجيه المصريه ولا من اي جهه مصريه مبرر اللي بيحصل مع غزه. ليه هو الموضوع مش شارح نفسه؟ احنا بنموت معاهم في الفلسطينيين. ومن فضلك يا عمرو اسمعني للاخر وخلينا اتكلم. زمان كان الفساد بره، كان في الادارات الحكوميه، دلوقتي دخل علينا في بيوتنا. الناس بتتخرج من بيوتها، دلوقتي علاقاتنا بكل الدول اللي حوالينا بقت زي الزفت. انا ما عنديش شك ان اسرائيل نفسها بتحتقرنا. ممكن تقولي فين مصر بتاع زمان؟ احنا بره بيتف علينا من عرب ومن غير عرب. انا مش مغلطه الجزائريين في اللي عملوه معانا. اي حد بيقرا جرايد او بيدخل على اي موقع اعلامي او بيدخل على نت، احنا بقينا ايه؟ والله يا مروه احنا بنعمل كتير بس بنبيعه غلط. احنا ما بنعملش يا حاجه مروه. لا والله يعني انا عايز اوريك القايمه بتاعه المعونات اللي احنا عديناها من معانا. قايمه ايه المعونات؟ احنا السياسه اللي ماشيين بيها سياسه المن يا ستي والله بنعمل كويس، بس احنا بنبيع نفسنا غلط. احنا ما بنبيعش نفسنا، احنا صح. اتبعنا يا عمرو، احنا اتبعنا يا عمرو. المصريين اتباعوا من زمان. بص على المصريين والغلابه اللي اتخرجوا من مساجد الحجانه، وبص على البهوات اللي بلالهم على النيل يا عمرو. احنا اتبعنا، احنا لا سعر بره ولا جوه، احنا بنباد يا عمرو. وبعدين انت عمال تقول انا عايز حد يرد عليا. بس فهمني ان رئيس الوزراء ولا رئيس الدوله مش عارف اللي بيحصل في غزه، مش عارف الخارجيه بتعمل ايه، الموضوع مش مدبر، مش في قرارات متاخده. احنا بقينا فين يا عمرو؟ شكرا مصر بقت انا بس فين؟ اللي عايز اقوله يا جماعه ان هناك ممكن يكون سياسات ولكن طريقه تنفيذها. وبنعمل كتير لغزه وهنعمل كتير لغزه، والناس اللي بتتعالج عندنا ووفد حماس اللي لسه داخل من عندنا عشان نعمل معاهم مفاوضات عشان نحل لهم قضيه. مصر بتعمل كتير، في جهات في مصر بتعمل كتير، بس في ناس بتهد الكلام ده. شكلنا كده وحش، ما نجمل اللي احنا بنعمله. انا اللي مضايقني عارف احنا لو ما بنعملش حاجه لغزه كنت اقول معلش ان احنا بنعمل كتير قوي. تعالوا نشوف، اجيب لكم معانا قوائم وعرضناها امبارح. اطنان، الاف الاطنان من الاغذيه، الاف الاطنان من الادويه. البرنامج ده مودي 26 عربيه اسعاف. فلوسكم مش فلوس دوله. ده انتوا عملتوا كتير يا ناس. انا مش عايز ده كله يروح علشان قرار حد بيتكلم بطريقه هو مش عارف يقول ايه قدام العالم. الخطاب السياسي هام، كيفيه مخاطبه العالم هامه. هقول لكم على حاجه. محمد حسنين هيكل، مفيش احسن من كده. الاستاذ محمد حسين هيكل لما طلع في الجزيره من 3 ايام يتحدث عن الجيش المصري لاول مره الناس تفهمه صح. ان الجيش المصري قد قام بمعجزه فوق كل المقاييس. كان دايما بيتهم محمد حسين هيكل ان هو بيقلل من حرب اكتوبر. محمد حسين هيكل عرف ازاي ان يوصل للناس الفكره. طريقه توصيل الفكره مهمه جدا.
مين معانا؟ معانا وائل. مساء الخير، اتفضل وائل. مساء الخير. اهلا بيك. الو. ايوه ايوه يا فندم، مع حضرتك وائل من السعوديه. اهلا بيك يا وائل. انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا ما قدرناش نلوم على اي حد بقى بيغلط في مصر، ولا نلوم على الجزائريين لما كانوا بيقولوا انتوا يهود وانتوا بتقولوا. لا يا وائل لا، دي مش الحقيقه. لا. الله يا جماعه، هي لو دي الحقيقه كنت اقول لك ما نلومش على حد. امال هنعمل ايه؟ احنا كل حاجه لا، لازم لا. لازم نقول لهم يغيروا طريقه كلامهم، ولازم نقول لهم يفسروا لنا، ولازم يقول لهم يشرحوا لنا. الله حقنا. يحكم على مصر وتتكلم في حق مصر، واحنا قاعدين محصورين هنا وقاعدين مش عارفين نعمل ايه، والناس كلها عماله تغلط فينا. واخر حاجه دلوقتي لما مش تيجي عايز تلاقي ضميرك يأنبك. مصر عملت كتير وبتعمل كتير، انا بتكلم على طريقه العرض، الطريقه التي نعرض بها ما نفعله للعالم فيها مشكله. اهلا غاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك. والله يا عمرو، حاول ما تحاولش تصلح كتير يعني من وجه مصر اللي شكله بقى سيء جدا. انا كلمتك من فتره وقلت لك ان مش من حق اي حد ان يهين مصر التاريخيه ومكانتها. للاسف احنا كل ماده بنرسخ الموضوع دوت. انت بتتساءل عن سياده مصر، انا كمان بقول فين سياده مصر عن الاثنين الاسرائيليين اللي اتسللوا وبعتناهم خلال 24 ساعه؟ فين كانت سياده مصر هنا؟ وعندي اجابه ليك مباشره وصريحه، واعتقد انك انت عارفها. السبب الرئيسي للجدار العار، السبب الرئيسي لوقف شريان الحياه وتعطيل مظاهره او مسيره الحريه لغزه هو اثبات ولاء النظام المصري لامريكا واسرائيل لتمرير مشروع التوريث يا عمرو. يا غاده، هو ده. غاده انا ليا عقل. انا معاك، انا هنتكلم بس مع بعض. غاده، طيب لو قبل كده شريان واحد دخلت وشريان 2 دخلت، وانا باكد لك ان شريان 3 هتدخل. طب بما ان ده هيحصل، فين المؤامره؟ فين التوريث والاداره الامريكيه؟ الكلام انا هبقى معاكي في الكلام ده لو كان ده اتمنع، انما احنا بنعمله. طب ما دام بتعمله بتسوق صورتك ليه؟ ده انت هتدخلهم معززين مكرمين بحراسه باكل بشرب، وهتديهم معاونات معاهم زياده يدخلوها، وهتفتح لهم المعابر، وهتستناهم وهم راجعين، وهتامنهم امنيا ونفسيا وعصبيا. طب ما دام هتعمل ده كله، طب ليه يا عم بايعني غلط؟ فرقت معاك 500 كيلو. بايعني غلط ليه؟ فرقت معاك 500 كيلو متر. طلعني وحش ليه؟ ده انت هتعمل ده هتعمله، وعملته قبل كده مرتين. كلامك ده كان يبقى صح لو مصر ما عملتش. مصر بتعمل كتير. حجاج، عمره، مرضى، طلبه، مدرسين، مستشفيات، كلام مع الجانب الاسرائيلي، بتاع. انت فاكرين غزه عايشه؟ يعني انا عايز اعرف غزه عايشه ازاي؟ يعني الناس دي كنت تشرب منين كل يوم؟ انا رحت، بنزلنا مصري، البرتقال مصري، العيش مصري، دي مصري. عايشين منين؟ لو كان النظام زي ما حضرتك سميتين مصري عايز يخنق غزه كانت ماتت من زمان، كانوا نزلوا على ركابهم. انما مصر بتقوم يا جماعه والله في اطار توازنات واضحه لدورها في المنطقه. ولكن في النهايه ليه بنسوق صورتنا؟ ده سؤالي. ليه الخارجيه ما بتشرحش للناس؟ ليه ما بشوفش حسام زكي او ابو الغيط يتحدثون للناس بلكنه طيبه؟ انما الكلام مع الفلسطينيين مع القافله ان نحن وحيا وسنعمل. طب ليه؟ قول له اهلا وسهلا، ده شريان الحياه، دي حاجه جميله. طب نعمل لكم ايه؟ نجيب شاي، نجيب قهوه، نعدي معاكم. طب الاسرائيليين مضايقينكم، طب في مشاكل، طب محتاجين عربيات زياده، احنا باعتين وقود على الطريق، جايز تكونوا محتاجين وقود. في حد عيان عندكم، هنبعت معاكم. حاتم الجبلي باعت بعثه صحيه 12 دكتور عشان لو في حد متضايق. تاخدوا اللقاح بتاع سوين فلو على الحدود، تحبوا؟ تخيلوا الصور دي هتبقى عامله ازاي؟ الصور دي العالم كله ساعتها هيعمل ايه؟ الصور دي لما بتنزل في جرايد يا جماعه، الملحقين الاعلاميين بره بيصوتوا الملحقين الاعلاميين المصريين بيصوتوا من صورتهم في الجرايد. معانا كريم. مساء الخير كريم. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا عمرو. اهلا بيك. عمرو انت بتزوق جامد قوي يا عمرو. عمرو انت قاعد في اوضه مقفوله فيها مرايه مكبره وعمال تقول مصر كبيره، مكانتنا، وضعنا، حكايتنا. الكلام ده كان زمان يا عمرو، نوت اني مور. احنا الاداره المصريه خلتنا ماشيين موطيين في العالم. اللي بيحصل ده فعلا يعني عيب على مصر وعلى مكانه مصر وعلى التاريخ بتاع مصر، الوضع اللي احنا وصلنا له النهارده. شكرا كريم. معانا مين؟
اهلا ندى، اتفضلي. الو. اهلا وسهلا يا فندم. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا يا عمرو. اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم، معاك، اتفضلي. ثانيه واحده، ممكن يا عمرو ادخل؟ ادخلي يا فندم، انت مع الهوا. طب يا عمرو اسمعني بقى كويس. اتفضل. عمرو انا بشتغل في مصر الطيران. انا كنت بشتغل في شرم الشيخ. اليهود اللي جايين من اسرائيل بدون تأشيرة دخول نهائي، من غير تأشيرة لغاية شرم الشيخ، وما كان ابعد بديرة سفر. اللي هنا اللي عايزين يسافروا غزة ياخد تأشيرة منين؟ حرام حرام يا ناس، بقينا وشنا في الارض، حرام عليكم. شكرا شكرا ندى. شكرا استاذه ندى. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا.